من ملعب ابو سمره مهلبيه الكره المصريه، المره دي مهلبيه الكره الافريقيه. مبروك للاهلي الصعود من دور المجموعات. الاهلي صعد من دور المجموعات بعد ما لعب مع الهلال اللي سدد للشناوي كورتين بس، 12 تصويبه كانوا بعيد عن المرمى، تصويبتين بس كانوا جوه عند الشناوي، ومليون تصريح ومليون بيان ومليون كلام طلعوا كل مسؤولين الهلال من اول اصغر عامل لحد رئيس النادي، بمكافآت، بتصريحات، بغضب، بنرفزه، بشكاوي. الهلال بيستغل ماتشات الاهلي عشان يعمل ضجه على ما هو ده الهلال، هو ده السودان، فريق ما بيصعدش من دور المجموعات لكن مش فارق ان هو كل مره يقعد يعمل تصريحات وبيانات ويقلب الدنيا على بعض. الاهلي غلطه الوحيد انه ما رضيش ان هو يقدم شكوى ضد الهلال في الماتش اللي فات لما قوات الامن نزلت. الاهلي صعد من دور المجموعات بعد ما كان بعيد خالص عن مجموعتنا. شكرا عم اطهر الطاهر، ضيع ضربه جزاء كانت كفيله جدا ان هي تودي الاهلي بره البطوله. الاهلي بعد دور المجموعات ما بيبقاش الاهلي في المجموعات، وعرفنا الاهلي ده قبل كده، وانا واثق في الاهلي هيعمل ده. بس يا جدعان مش لازم اللعيبه تبقى هي مدركه ده. كانت اللعيبه بتبقى عارفه قيمه التيشيرت اللي لابساه، مش زي عبد القادر وقفشه خالص. اتنين لعيبه قاعدين ما قدروش ان هم حتى يفرحوا ويجروا مع اللعيبه. الاهلي صعد لدور المجموعات 15 مره في تاريخه، منها 7 مرات وهو مركز اول و8 مرات وهو وصيف. في ال8 مرات دول قدرنا ان احنا ناخد البطوله 4 مرات، فمفيش حاجه بعيده. مستوانا بعيد عن الماتش، مستوانا بعيد عن اللعب، مستوانا شويه لبعض اللعيبه يجلج، لكن الاهلي هو الاهلي يا جدعان. انا عارف ان الاهلي هو الاهلي، لكن في لعيبه مش محتاجه ان احنا نقول عليها اي كلام غير ان لازم تاخد فتره كده بعيده، يا اما اعاره، لعيبه تقعد احتياطي، لعيبه تمشي خالص. مش عيب ان احنا نعمل احلال وتجديد للفريق. في لعيبه محتاج ان احنا نرفع لها تعظيم سلام زي بيرسي تاو اللي كان مستواه وحش خالص وبعد كده مستواه بقى حلو. في لعيبه تاني مش عايزه تساعد نفسها، واحد زي محمد شريف هو مش عايز يساعد نفسه، واحد زي قفشه مش عايز يساعد نفسه، واحد زي عبد القادر بياخد كل فرص اساسي وبرضه لعيب مش عايز يتعلم اساسيات الكوره انه يعرف يباصي. فخلاص انت هتعمل فيه ايه؟ طلع اعاره لاي مكان تاني، انت مش في حاجه ومفيش وقت ان انت تقعد تدادي وتعلم وتحايل. عبد القادر ليه قصه لوحديه بالفيديو اللي كان بيعمل مع كولر لما يجي يسلم عليه ومش عارف هو رافض. انت كمان اللي رافض، ده انت كولر اكتر واحد عطيك فرص عشان خاطر تعمل حاجه، وانت برضه مش عاجبك الكلام ده. عموما الاهلي هيلاعب يا اما الوداد يا اما الترجي يا اما الرجاء، 3 فرق في شمال افريقيا. منافسات شمال افريقيا بتبقى منافسات صعبه، صعوبتها مش في الملعب، صعوبتها بره الملعب من التحكيم والناس اللي واصله للكاف، وقرارات كتيره خالص بتبقى موجوده. احنا قادرين ان احنا نعدي اي فريق من الثلاثه. اللي عايز ياخد البطوله هيعمل اي حاجه مع الثلاثه دول. الثلاثه دول الرجاء قبل البطوله ما تبدا كان كل الناس بتتمنى تلعب مع الرجاء، ومجموعه الرجاء ما هياش اللي تبين مستوى الرجاء الحقيقي، ونفس نظام الترجي والوداد. انا واثق ان الاهلي بعد دور المجموعات هيقدر ان هو يعمل حاجه وان شاء الله يفرحنا.